بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة، وأرجو لكم أيها المحترمون والمحترمات أينما كنتم وأنتم تتابعون فقرات وبرامج قناة سلام الإعلامية المباركة هذه، أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها بحوله تعالى. أيها السادة والسيدات، أحييكم مجددا وفي حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 167 بحمده تعالى. أتشرف اليوم سيداتي سادتي أن أتحدث عن التكريم الذي شهدته مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، والخاص بحفل تكريم الأستاذ العزيز عبد العزيز محمد علي زرقوم، مدير معهد عنسبة الإسلامي بمدينة كرن. في هذا التقرير إن شاء الله وفي هذه الحلقة سنقدم تقرير الحفل، أي حفل التكريم الذي كان للأستاذ عبد العزيز، وهو تكريم للمعهد الدين الإسلامي الذي لعب دورا كبيرا في تثقيف وتوعية وتعليم الناس أمور دينهم، ليس على نطاق مدينة كرم فحسب، ولكن على نطاق إريتريا وخارج إريتريا كذلك. ثم سأقدم لكم الكلمات التضامنية التي ألقيت في الحفل والتي نشرت كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. بعد ذلك سنقرأ السيرة الذاتية للمكرم الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم، أطال الله في عمره وفي عمر فضيلة الشيخ المؤسس الكبير العلامة المجاهد شيخنا وأستاذنا المربي الجليل الفضيلة محمد علي زرقوم، ذلك الرجل الجهبذ الذي والمخضرم الذي ثبت على الدين وثبت على الإيمان وثبت على التعليم والتعلم مع أنظمة عديدة إلى أن أخرج لنا هذا المعهد الشامخ. وأنا بحمده تعالى يعني أثمر دور المعاهد، وأتباهى زهوا أنني بدأت تعلمي بمعهد أغرداد، المعهد الديني الإسلامي بأغرداد، لكن في نفس الوقت أحس بغصة في قلبي أن كانت سنة واحدة ليس إلا، ليتها كانت 4 سنوات عمر المعهد في ذلك العهد. وأعتقد أن المعاهد كلها كانت عمرها 4 سنوات لتتخرج منها محملا بثقافة دينية قوية. ولولا تلك الثقافة وتلك الحصيلة الدينية الإيمانية العقدية التي تسلحنا بها بالمعهد الديني الإسلامي بأغرداد، وكانت في كل المعاهد، لولا ذلك لتنكبنا الطريق مما أصابتنا رياح هوج، رياح ملحدة يعني غير إيمانية. انسربنا في تلك العوالم يعني التي تخيل أنك لا تعمل مع مجموعة تقود العمل الإعلامي، لا تؤمن بواحد أحد قهار، لكن لأننا كنا متسلحين بالإيمان فلم تؤثر فينا تلك الرياح العجيبة يعني. والحمد لله خرجنا كما دخلنا يعني بإيماننا، بل زدنا إيمانا وقوة. أنك عندما ترى الباطل والتمسك بدينك أنت ويحاربوك على التمسك بدينك، فتقول فيقوى دينك كما قوي دين وإيمان أولئك الصحابة الأجلاء. لذلك أنا أكن ذلك التقدير الجم للمعهد والمعهديين وللمعاهد كلها. ولذلك أزهو فخرا أن أقول: هلموا هلموا إلى المعهد، إلى الدين والعلم والسؤدد، إلى لغة الضاد كي نهتدي، إلى الحق والخلق الأمجد. حباه الإله بقرآنه
وأضفى عليه برضوانه ضياء به يهتدي المهتدي. فكم من قلوب به آمنت، وكم من نفوس به أيقنت، وكم من عقول به أذعنت، وكم في المعالي له من يد. يعم القريب ويعطي البعيد، ويسقي الصبي ويروي الرشيد، ويولي الشمال ويولي الصعيد، حياة وريا لكل صدي. فيا معهدي، عب من خيره جميع البلاد ومن بره، إذا قصر الوصف عن قدره فإنك في قلبي يا معهدي. هكذا كنا ننشد في المعهد، أطفالا صغار لم يتعدى عمرنا 10 سنين في ذلك العهد، وتتلو بعد ذلك قصائد الطوال إلى الأمام، إلى الأمام يا جنود القرآن. القرآن القرآن مبعث للإيمان، هذب الإنسان وحد الإيمان. ذلك القرآن، نحن جنود القرآن في زمان ومكان. لك الحمد يا رب أن جعلتنا معهديين. وهكذا كان الإيمان في قلوبنا ونحن أطفال، ولا نزال حتى اليوم الحمد لله. والمغفرة والرحمة لأولئك الشيوخ الذين تتلمذنا عليهم، على رأسهم بالنسبة المعهد الدين الإسلامي بأغرداد، الشيخ الفضيلة العلامة الجليل عبد الله الزوز رحمة الله عليه، ولآله وأبنائه وأحفاده طبعا السلام والتحية. وأولئك الذين أنشأوا المعاهد في ربوع إريتريا، منهم الشيخ المجاهد الكبير فضيلة الشيخ محمد علي زرقوم. هذه ذرية بعضها من بعض. الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم هو نجل الشيخ المؤسس الذي تمسك بدينه في زمن صعب، ليس هذا الزمن العجيب يعني. بدأه في منطقة وازنتك معهدا من راكوبة صغيرة كما حكى لي فضيلة الشيخ أمد الله في عمره، إلى أن وصل إلى ذلك الصرح الشامخ في قلب مدينة كرن، معهد شامخ من طوابق عدة يعني. أيها السادة والسيدات، اليوم أنا سعيد أن كما قلت أن نتابع هذا التكريم. لماذا نتابع هذا التكريم عزيزي المشاهد؟ لأن في التكريم، نعم، لأن في التكريم هذه المتابعة. لماذا أفرد مساحة وحلقة إن شاء الله، والحلقة التي تليها سأتحدث عن هذا التكريم. لماذا؟ لأننا نود أن نتحدث وننشر ثقافة الشكر، والشكر لله طبعا أولا وأخيرا، ولكن أن تقول للذين أحسنوا شكرا لكم. انظروا إلى هذه الوجوه الطيبة، الوجوه المسلحة بالعلم والمسلحة بالمعرفة، جموع غفيرة أتت إلى مدينة الرياض من مختلف مناطق المملكة، وأحسب أنه خارج المملكة. جاءوا لهذا الرجل الذي على يساري، الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم، ليقولوا له شكرا أيها الأستاذ. جزء منهم درسه هذا الأستاذ، وجزء منهم من هؤلاء الشيوخ ربما يكون درسه المختفي الشهيد إلى الله سبحانه وتعالى عبد العليم محمد علي زرقوم، الشقيق الأكبر بل البكر فيما أظن لفضيلة الشيخ محمد علي زرقوم. اختفى الأستاذ عبد العليم، لكن المعهد لم يختفي، فتولى أمر القيادة وإدارة المعهد تلبية لطلب من والده المؤسس فضيلة الشيخ محمد علي زرقوم، فأعطى قيادة المعهد إلى ابنه كما سنرى في السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم أبو ريان. فتولى القيادة في زمن أصعب مما كان عليه والده في زمن الاستعمار الإثيوبي، فتولى وأحدث نقلة ونقلة في المعهد كما سنرى. تولاها في هذا الزمن الصعب
إلى أن أخذته الطغمة كذلك وأدخلته السجن. ولكن لطف الله سبحانه وتعالى، بعد أن قضى في السجن مظلوما كيوسف عليه السلام، قضى أكثر من 12 عام، ثم خرج لله الحمد من قبل ومن بعد، واليوم غادر البلاد ومتواجد في إحدى الدول القريبة جدا، ولكنه جاء إلى الرياض ليشهد التكريم. وكانت المفاجأة الكبرى هناك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. أحييكم مرة ثانية في قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا اليوم سعيد جدا أن تطل عليكم هذه الوجوه النيرة الباسمة المنشرحة الضاحكة المستبشرة من قناة سلام الإعلامية المباركة. هؤلاء يعني، تخيل عزيزي المشاهد لو كان هؤلاء داخل البلد لنشروا الثقافة والعلم والنور والبرهان والتنوير، وإن شاء الله ليس عودتهم على الله بعزيز. مدينة الرياض كما يقول التقرير، دعوني أقرأ لكم ما جاء في تقرير حفل تكريم الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم في مساء الجمعة 17 من يناير الجاري. ازدانت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بأمسية تكريم تربوي ثقافي، حيث تقاطرت الوفود من كل حدب وصوب، بينما أعضاء اللجنة التنفيذية أو اللجنة المنظمة يرحبون بهم بين استقبال وتقديم الخدمات والتنظيم. بدأ الحفل عند الساعة 8:15 تقريبا، أكيد بدأ بالقرآن الكريم. بعد ذلك صعد المنصة فارسها الأخ مصطفى شيخ علي، حيث أبدع في الإلقاء ترحيبا بالحضور وتقديما للحفل، كلمات جميلة أمطرها على الحضور كأنها الشهد، تركت انطباعا مدهشا عما سيأتي. والمعهديون عندما يعتلون المسرح فإنهم يبهرون، لأنهم يمتلكون ناصية الحديث والكلام. افتتحت بفقرات أي نعم وافتتحت فقرات الحفل بآيات من بداية سورة الرحمن، تلاها بترتيل وصوت عذب الشيخ سالم علي إدريس مشكورا. تلا ذلك كلمة عن حملة الوفاء قدمها الأخ الأستاذ محمد علي إبراهيم حمد بصوت جهوري أخاذ وإلقاء ممتع، شكل حضورا لافتا، وكانت كلمة جامعة كافية شافية عكس فيها وفاء وتفاني المساهمين والحضور لخدمة العلم والعلماء. صوب الحضور كل انتباههم بعد ذلك إلى الشاشة الكبيرة أمامهم لمشاهدة العرض المرئي، فيديو عن سيرة المحتفى به الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم حفظه الله. استعرض الفيديو مدة 17 دقيقة، استعرض فيها تضحياته وإنجازاته في بناء الفرد والجماعة وخدمة التعليم والعلم التي أذهلت الحاضرين. تلا ذلك كلمة عن دور المعلم قدمها الأستاذ الأخ أحمد ناشح، الذي أطل من المنصة كخطيب مفوه متمرس ليكمل مثلث البراعة في الأداء كما فعل مصطفى ومحمد جمع من قبل. تحدث عن دور المعلم في تنمية العقول وعن المغيبين من معلمين، متسائلا عما قدمناه لأسرهم أو للمجتمع عامة في دعم العلم والتعليم. ثم جاءت لحظات انتظرناها كثيرا منذ أبريل 2024، حيث ميلاد الفكرة
فكرة أخذت عاما كاملا، قرابة العام، ثم استدعاء قيادات اجتماعية وأكاديمية إلى المنصة، وكان هؤلاء يمثلون كافة أطياف مجتمعنا، فمعظم المدن كانت حاضرة ليكون لهم شرف تسليم الدرع للأستاذ القامة القائد الملهم الصبور المثابر، ليتوج جهدكم وما بذلتموه من مال ودعوات. درع التكريم، نعم درع الوفاء، قدموه إلى الأستاذ أبو ريان عبد العزيز محمد علي زرقوم. وبعده تم استدعاء بعض من الشباب نيابة عن لجنة الحملة لتسليم الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم شيك بمبلغ 100,000 ريال سعودي. مبروك عليك، 100,000 ريال سعودي تستاهل 100,000 مليون، ولكن الشيك الذي أعطي 100,000 ريال سعودي. جزاكم الله خيرا وإحسانا. رسالتكم ووصيتكم وصلت إلى مبتغاها، بارك الله فيكم. أعقب ذلك أنشودة يا معهدا رب الشباب، أطرب بها الحفل الأستاذ الأخ أحمد محمد نور ناشح بصوته الشجي. استلم المنصة بعد ذلك الأستاذ عبد الرزاق حسن ليدير مداخلات الحضور، تحدث فيها عدد 6 من الأكاديميين والشخصيات المجتمعية، عبروا عن انبهارهم بما قدموه طلاب أمام أستاذهم من الفصاحة، أشادوا بميزة الحفل عن باقي الحفل بعرضه وتنظيمه، كما أجمعوا على استحقاق التكريم، وأنه وإن كان الأستاذ أبو ريان إلا أنه تكريم لجميع المعلمين المغيبين والمشايخ عموما، وتوجهوا بالتوصيات لدعم أهل العلم والتعليم. مسك الختام كانت الكلمة لصاحب الكلمة الرجل الذهبي الأستاذ عبد العزيز أبو ريان، تحدث بإيجاز عن التعليم في إريتريا والتحديات التي تواجه مجتمعنا في المنافسة على الفرص المتاحة داخل إريتريا، وعن التجهيل المتعمد وغيرها من التحديات، وقال عبارات ستظل محفورة في ذاكرة من حضر: إذا لم تكن مؤهلا لا تستطيع أن تطالب بحقك وفرصتك في كافة المجالات، فتسلح بالعلم تنل ما تريد. هذا مقتبس من كلام أبو ريان حفظه الله. الكلمة لا يسع المجال لذكر مضمونها واختصارها في كلمات، ولكن في مجملها بعث عبرها باقات الشكر إلى المبادرين الشباب والمساهمين في الحملة والحضور عموما، ثم باقة شكر أخرى ووفاء إلى والده الشيخ محمد علي زرقوم ومعلميه المغيبين وأعيان المجتمع الداعمين لمسيرة التعليم، وباقة أخرى لمن سانده شخصيا في محنته في السجن ودعمه ماديا ومعنويا، ثم باقة شكر أخيرة إلى المملكة العربية السعودية على دورها في دراسته ودعم المجتمع عامة. وهكذا أسدل الستار على الحفل ليتوجه الجميع إلى مائدة العشاء التي تزينت بما لذ وطاب من الأطعمة. وفي ختام هذا التقرير المقتضب الذي عكس غيض من فيض جمال الأمسية، باسم اللجنة المنظمة نقول لكل من ساهم وأمدنا بكرم العطاء أو من لم تصله الدعوة لأسباب خارج عن إرادتنا: شكرا لكم جميعا، فأنتم كنتم حضورا بيننا، فلولا فضل الله ثم كرمكم الفياض لم نكن لنتوج حملتنا بهذا المحفل الذي سار به الركبان إعجابا وثناء. أسأل الله أن يوفقكم ويبارك لكم في مالكم ويمدكم ببركاته وإحسانه، ووفقكم الله في الدارين وزادكم خيرا كثيرا. نرفع رؤوسنا عاليا
لأننا من مجتمع فيه أمثالكم. طبتم وطاب مسعاكم. اللجنة المنظمة للتكريم. هذا هو التقرير الذي قدمته اللجنة، تقريرا وافيا شاملا، وما شاء الله. أيها المشاهد الكريم لقناة سلام الإعلامية المباركة، لحظات وأعود إليكم لنكمل ما لدينا وما في جعبتنا لهذه الحلقة المميزة في تصوري، وهي حلقة تتناول تكريم الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم، مدير معهد عنسبة الإسلامي في مدينة كرن. الحفل أي حفل التكريم أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 17 من هذا الشهر. أيها المشاهدون، لحظات وأعود إليكم لأكمل معكم هذه الحلقة، فابقوا معنا متفضلين ومكرمين. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام من قناة سلام الإعلامية المباركة، وهذه الحلقة رقم 167 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية. اليوم نكرس هذه الحلقة لحفل التكريم الذي شهدته مدينة الرياض، والمكرم هو الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم. هذا هو الأستاذ الذي يتوسط المعممين. لك التحية أستاذنا عبد العزيز. أعود قبل أن أقرأ ما قدم من مداخلات سواء كان في الحفل أو خارج الحفل، لكن قبل هذا أشير لماذا نهتم بهذا التكريم. لنرسخ ونروج لثقافة التكريم. أيها المشاهد الكريم، أيها المستمعون الأعزاء داخل الوطن وخارجه، اهتموا بالذين قدموا لمجتمعهم وهم على قيد الحياة بعد الرحيل، وكل نفس ذائقة الموت. لا ينفع لا تكريما ولا شيئا من ذلك إلا الدعاء والصدقة الجارية. فبعد أن يرحلوا تصدقوا لهم وادعوا لهم بالغفران والرحمة، لكنهم وهم على قيد الحياة أسعدوهم وأكرموهم. لنرسخ هذه الثقافة نحن نسخر هذه الحلقة لنتحدث بكل فخر وعزة عن ذلك التكريم المستحق وأكثر. أحد أعتقد هم من طلاب المعهد، الأستاذ عثمان عبد اللطيف، قال في تعليقه على ذلك التكريم: الحمد لله على نعمته التي لا تعد ولا تحصى، وقد برزت هذه النعمة في هذا الحدث الرائع الذي شهدناه من أعماقنا، وشعرنا بالامتنان والتقدير لهذا اليوم الكبير الذي كان له أثر كبير في قلوب الجميع. تكريم الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم الذي يعتبر بحق زينة المعلمين وزينة الشباب هو تكريم مستحق لشخصية لها تاريخ طويل من العطاء والإلهام. تلك اللحظة كانت فرصة رائعة للجميع لإظهار الامتنان لهذا المعلم الكبير الذي كان له أو كان قدوة لآلاف من الشباب، وقد استطاع أن يكون قائدا للتحدي والصمود ورمزا للتضحية من أجل العلم والنهوض بالأجيال. يظهر الحضور النوعي من الأكاديميين والدكاترة كما هي مكتوبة والوجهاء كيف أن هذا التكريم يتجاوز كونه حدثا عاديا، بل هو لحظة تاريخية تشهد على المكانة العالية التي يتمتع بها الأستاذ عبد العزيز زرقوم. الحضور المشرف من الكفاءات الأكاديمية والعلمية يعكس احترام المجتمع بأسره لهذا الأستاذ الذي قدم الكثير من الجهد والوقت لرفع مستوى التعليم وإحداث الفرق في حياة الكثيرين. وبالحديث عن المشاعر المختلطة التي لا يمكن وصفها بالكلمات، فإن هذا التكريم لم يكن مجرد مناسبة لتوزيع الجوائز أو الكلمات، بل كان تجسيدا لحب ووفاء وتقدير حقيقي لعمل الأستاذ
عبد العزيز الذي يستحق أن يذكر بكل فخر. كان ذلك هو الأستاذ عثمان عبد اللطيف. أما الأستاذ إبراهيم حاج ماذا قال؟ هذا التكريم هو تكريم لكل المؤسسات التي رافقت هذا المعهد العملاق والصامد والمثابر، الذي أرانا كيف يكون الثبات من أجل تحقيق الأهداف العليا، وهو التعليم والتوعية، وبهما يكون كل شيء يمكن تريد أن يكون واقعا تنشده وتهدف إليه. فكم من مشاريع بدأت وكنا نتمنى استمرارها بجانب هذه المؤسسة الرائدة، فالهدف واحد، وهذا التكريم المستحق الذي ناله شيخنا هو تكريم، نعم، هو تكريم مستحق. وبتكريمه نتذكر إخوانه البررة الذين أنشأوا مؤسسات مماثلة، فهم أيضا جزء من هذا التكريم، لأن الرسالة واحدة. فشكرا لهم وفي ميزان حسناتهم جميعا. وبهذه المناسبة أدعو طلبة الشيخ الدكتور وما أكثرهم إقامة حفل تكريم يليق به. وكم أنا فخور بهذا التكريم، لأن شيخ الرائد كان بعيد النظر، حيث استطاع البقاء على مر كل الحقبة الاستعمارية التي كانت تحاربه بشتى الوسائل، لأنه الشعلة التي أنارت الطريق للشباب الذين التحقوا بالثورة حتى تحقق الاستقلال، وحتى بعده استطاع الصمود في أداء رسالته السامية. وهذا كله بعد توفيق الله، يرجع الفضل فيه للسياسة الرشيدة التي اتبعها الشيخ، فأتت أكلها، وبحق تعتبر مثالا حيا للاقتداء بها، وحسبنا ثباتها وصمودها ومرونتها. الأستاذ إبراهيم حاج، لك الشكر، يعني حتى الشكر هو واجب ومستحق. أعزائي المشاهدين، لازلتم مع هذه الحلقة الخاصة بمعهد عنسبة وازنتت الإسلامي، معهد عنسبة الإسلامي بمدينة كرن، وتكريم نجل الأستاذ فضيلة الشيخ محمد علي، نجله الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم، حيث كرمه طلابه ومحبوه، وجزء منهم ربما أساتذته وتلاميذه أكرموه بهذا التكريم وهذا الدرع وذلك المبلغ المالي الذي يستحق أكثر منه. فاصل قصير وأعود إليكم بعد قليل لأقرأ عليكم السيرة الذاتية التي حصلت عليها من مصادر خاصة، ولكنها هي السيرة الموثقة المعتمدة لدى الأستاذ عبد العزيز، وتأكدت من ذلك فاطمأن قلبي لذلك، وسأقرأها عليكم. وربما هي السيرة التي تليت بحفل التكريم. هذه قناة سلام ومحدثكم أحمد شريف، فابقوا معنا أيها المشاهدون الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء الأخير من هذه الحلقة، وهي قراءة السيرة الذاتية للأستاذ عبد العليم، عفوا، أستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم، سأقرأها عليكم كما وعدت. ولا زلتم آنساتي سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة.
تقول السيرة الذاتية: بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة الأستاذ عبد العزيز زرقوم. الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم أبو ريان، مدير معهد عنسب الإسلامي بدولة إريتريا، هو ابن فضيلة الشيخ محمد علي زرقوم مؤسس المعهد. ولد الأستاذ عبد العزيز في مدينة كرن عام 1973. درس المراحل من الابتدائية وحتى الثانوية بالمعهد، ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ليتخرج فيها عام 1997 ليسانس اللغة العربية. بعد التخرج عاد إلى إريتريا وعمل مدرسا ومساعدا لوالده الشيخ محمد علي زرقوم. في العام 2000 أصبح نائبا للمدير بعد أن أوكل إليه الشيخ بعضا من صلاحياته لتطوير المعهد. ومع احتفالات المعهد باليوبيل الذهبي لتأسيسه عام 2003 سلمه الشيخ القيادة وأصبح مديرا للمعهد، لتبقى للشيخ صفة مؤسس المعهد وشيخ المعهد. وانطلاقا من مسؤولياته وواجبه تجاه المجتمع، سعى الأستاذ المدير الجديد عبد العزيز محمد علي زرقوم جاهدا بكل ما أوتي من طاقة في سبيل رقي المجتمع وتقدمه. دوره في تطوير المعهد: الأستاذ عبد العزيز هو صاحب الطفرة النوعية في المعهد من خلال قيادته الفذة وعلاقاته المثمرة التي يعتبرها موردا مهما لصناعة النجاح، كما توصي مدارس الإدارة الحديثة. عاد إلى الوطن أبو ريان عام 1997 بعد التخرج مباشرة بنية صادقة لمساعدة والده وخدمة المجتمع من خلال المعهد الذي كان يدين له بالفضل مثل عشرات الآلاف من الطلاب الذين مروا بالمعهد. ولكن ما يميزه أنه يتقدم خطوات ليقوم برد الجميل. كان قرار العودة صعبا وجريئا، وهو يعلم يقينا أنه سيواجه الكثير من الأزمات والصعاب، بل ينتظره نفس مصير المعلمين الذين عادوا إلى الوطن فور تخرجهم ليساهموا في نهضة المجتمع بالتربية والتعليم، لكن تم اعتقالهم وهم يؤدون واجبهم. عاد الأستاذ عبد العزيز بروح عالية ونفس طموحة وتواقة للقيام بالاستحقاق الذي تفرضه ظروف المرحلة في تطوير المعهد، كما فعل معلموه من قبل. الأستاذ عبد العليم محمد علي زرقوم كان أحد المعتقلين المغيبين من ذلك النفر العزيز. من أبرز إنجازاته، أي إنجازات الأستاذ عبد العزيز، اعتماد نظام الإدارة التعليمية الحديثة الذي لم يزل حتى تؤممه الطغمة الحاكمة. ما زال المعهد كان يعمل به حتى اليوم من ذلك العهد، بدءا من الهيكل الإداري واختصاصات الهيئات الإدارية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية وأنظمة الأرشفة والتدريبات المهنية للموظفين ومبادرات نوعية أخرى لتطوير المعهد، كلها تعود إلى جهوده المثمرة. كذلك إدخال منهج أكاديمي علمي في المعهد مع الاحتفاظ برسالة المعهد في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية، ذلك من أجل فتح آفاق جديدة لطلاب المعهد ليتمكنوا من الالتحاق بالتعليم العالي في الكليات الوطنية بعد أن أوصدت أبواب المنح الدراسية الخارجية، بجانب عدم وجود كليات محلية تدرس باللغة العربية. وبذلك أصبح طلاب المعهد ينافسون المدارس الحكومية والخاصة، وكانوا من ضمن الأوائل في الامتحانات المركزية للشهادتين المتوسطة والثانوية.
أيضا تطوير النظام التعليمي بما يواكب التطورات المتسارعة ليتم اعتماد المنهج الدراسي باللغة الإنجليزية، وإنشاء مركز الكمبيوتر والإنترنت ومعمل اللغة الإنجليزية. أيضا إنشاء المكتبة المركزية للمعهد وتزويدها بالأثاثات والكتب والمجلات والمراجع والموارد الأخرى. كذلك تأسيس التعليم قبل المدرسي من خلال إنشاء روضة أطفال في عام 2006. هذه الروضة التي جاءت في سياق المبادرات النوعية للأستاذ عبد العزيز تستوعب سنويا قرابة 200 طالب وطالبة، وقد مر عليها حتى الآن 4000 طالب وطالبة. أيضا كما أحدث نقلة نوعية في الأنشطة اللاصيفية، حيث كان يشرف شخصيا على تلك الأنشطة، وبفضل جهوده المنتظمة أصبح المعهد أنموذجا يحتذى به بمثل هذه الأنشطة بمهرجاناته الداخلية وعروضه الثقافية الخارجية وحملاته الصحية ومنافساته الرياضية. كذلك وفي عهد الأستاذ عبد العزيز خضعت بنية المعهد لإعادة هيكلة إعادة الهيكلة جعلها ملائمة للتعلم، حيث تم تجديد مباني المعهد وتزويدها بالأثاث وتزيينها بالتشجير. كذلك حفل اليوبيل الذهبي لتأسيس المعهد لم يكن مجرد احتفال، بل كان مهرجانا فريدا من نوعه، وكان الهدف منه إبراز تاريخ المعاهد في إريتريا ودورها في نشر العلم والمعرفة. وكان الاحتفال أكبر فرصة للتضامن بين المسلمين، وكان أول تجمع من نوعه، إذ حضر المناسبة جمع غفير من جميع أنحاء إريتريا، من مجالس الأوقاف وكبار الأعيان والمشايخ والمعلمين والشعراء والأدباء وغيرهم. كان أكثر اهتمام الأستاذ بتعليم الإناث على خطى والده، وكان يشجعهن على مواصلة التعليم لكي يقمن بدورهن في رقي المجتمع وتقدمه، ولسد الفجوة الموجودة في نقص المتعلمات والمثقفات في المجتمع. ومما يجب ذكره هنا أنه بذل مجهودا كبيرا لإقناع ولاة أمور الطالبات، أي طالبات المعهد المتميزات، للسماح لهن للالتحاق بجامعة الأزهر في مصر العربية لمواصلة الدراسة في الجامعة عبر منح الأزهر الشريف. وقد كان له ما أراد، حيث تم التحاق 7 طالبات بجامعة الأزهر، وكان لهذه المشاركة الأثر الطيب في نفوس الطالبات الأخريات، وكنا على استعداد لحذوهن. ولولا تجميد هذه المنح من قبل الحكومة لرأينا اليوم العشرات والعشرات من الخريجات من مختلف التخصصات. كذلك بمبادرة وتشجيع من شاركت طالبات المعهد في دورات تدريبية مختلفة، على رأسها دورات الإسعافات الأولية التي كان يقيمها كل من اتحاد الشبيبة والطلاب واتحاد المرأة، وثمرة ذلك كان عملهن في قسم الطوارئ والإسعافات الأولية في مستشفى مدينة كرن. ومن ضمن جهوده أنه أوقف الفوضى السائدة التي كانت تطال طلاب المعهد من قبل الإدارات المحلية الجائرة، حيث لم يكونوا ينظرون إلى طلاب المعهد مثل نظرائهم من طلاب المدارس فيما يتعلق بأداء الخدمة الوطنية. وكثير من طلاب المعهد أرغموا على ترك دراستهم لهذا السبب، لكن بعد جهودهم توقفت، أي جهود الأستاذ عبد العزيز زرقوم، توقفت تلك الفوضى العارمة. وماذا عن العلاقات العامة للأستاذ محمد علي زرقوم؟ هذا ما سنطالعه بعد قليل، فكونوا معنا مشاهدين الكرام. أيها الإخوة والأخوات، تعدنا إليكم بحمده تعالى. في علاقاته العامة ورد ما يلي: استخدم الأستاذ عبد العزيز مهاراته القيادية وقدراته المميزة في العلاقات العامة
ذلك لصالح المجتمع عامة والمعهد خاصة. فقد طرق عدة أبواب لطلب المساعدة والتعريف بجهود المعهد والظروف والأوضاع التي يمر بها، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المسلمين ومؤسساتهم الدينية. ولقد وجد تجاوبا وتفاعلا من عدة جهات داعمة. نذكر بعضا مما تم إنجازه: إكمال بناء الدور الأول لمبنى البنات الذي يضم 7 فصول دراسية ومختبرا للعلوم وغرفة للوسائل التعليمية وقاعة للمحاضرات والأنشطة. دعم المعهد ببعض المقررات الدراسية والوسائل التعليمية. صيانة وترميم مبنى روضة الأطفال بالمعهد. افتتاح مركز للكمبيوتر والإنترنت ومعمل للغة الإنجليزية، كما تم تزويد المكتبة ببعض الكتب والمراجع باللغة الإنجليزية. كما يجدر بالذكر هنا استفادة المجتمع المحلي من توفر خدمة الإنترنت بسعر رمزي. تعيين معلمين 2 أو معلمين 2 متميزين لتدريس اللغة الإنجليزية، وهما زوجان كنديان خدما في المعهد لمدة 2 عام، لعبا دورا حيويا في تحسين مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية. كان الأستاذ عبد العزيز يسعى لإقامة مجلس تنسيق بين المعاهد الدينية في إريتريا، وقد بدأ فعلا بهذه العلاقة بين معهد عنسبة والمعهد الديني الإسلامي بأسمرة لتكون نواة لهذا المجلس. وقد قام بزيارة للمعهد الديني ومدرسة الأمل بأسمرة أي الجالية العربية مع مجموعة من الطلاب والطالبات المتميزين بهدف التعارف والتواصل بينهم وبين أقرانهم في تلك المؤسسات. ثم ماذا عن خدمة المجتمع؟ انخرط الأستاذ عبد العزيز زرقوم في خدمة المجتمع بعد عام من عودته إلى البلاد، من خلال دوره القيادي كرئيس أو عضو في مختلف اللجان والجمعيات، ليسهم بمهاراته وخبراته وعلاقاته في إنشاء عدة مبادرات مجتمعية. في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى إسهامه وإسهاماته غير التعليمية والتربوية. نذكر ما يلي: عضو لجنة الصداقة الشعبية بمدينة كرن، والتي أنشئت للتوأمة بين مدينة كرن والمدن حول العالم، عمل فيها مسؤولا لملف مدن الشرق الأوسط. جمعت اللجنة مساعدات مادية وعينية من سويسرا وهولندا والنرويج، تم تخصيصها للتجديد، أي لتجديد المدارس والمرافق العامة. كما تم عقد صداقة وتوأمة مع مدينة تروندهايم النرويجية. عضو لجنة تنمية موارد المياه بمدينة كرن عام 2002. اقترح الأستاذ عبد العزيز مع مجموعة من الخريجين الشبان على بلدية كرن تشكيل لجنة تسعى لحل مشكلة نقص المياه ومشاكل الصرف الصحي التي كانت تعاني منه المدينة، فتم بناء مشاريع لمراحيض وحمامات عامة. تم إصلاح أنابيب الصرف الصحي وتنظيم حملات النظافة العامة. كما تم بناء بئرين كبيرين جديدين لزيادة إمدادات المياه. عضو لجنة تنسيق شؤون الاحتفالات الوطنية بإقليم عنسبة، عمل فيها مسؤولا للبروتوكول منذ العام 2003 وحتى تاريخ اعتقاله 20/9. عضو لجنة أصدقاء الشباب المكون من كبار الشخصيات والأعيان بمدينة كرن، انتخب رئيسا لاتحاد كرة القدم بإقليم عنسبة تقديرا لمساهمته في صندوق تنمية الرياضة ومهاراته القيادية ومسيرته الرياضية كلاعب قديم في دوري الدرجة الأولى وعضوا بارزا في مجلس إدارة أحد الأندية. فقد فاز برنامجه الانتخابي وتوج رئيسا للاتحاد، لكن تم اعتقاله بعد تسلم منصبه بشهر واحد فقط. الإنجازات الشخصية الأخرى للأستاذ عبد العزيز: كان أول إريتري يشارك في البرنامج التلفزيوني الشهير في وقته وزنك ذهب للمعلومات العامة على قناة أبو ظبي عام 2002. استطاع الفوز بكيلوين من الذهب. استغل فرصة المشاركة في المسابقة للتعريف، أي تعريف المشاهدين بالثقافة الإريترية. أحرز المركز الأول على مستوى الوطن في مسابقة الخطابة باللغة العربية في مهرجان إريتريا 2008. الخدمة الوطنية: وفوق هذا وذاك كان لزاما عليه أن يواجه كل العقبات
التي تعترض طريقه وسد كل الثغرات التي من الممكن أن تؤثر عليه وعلى العمل، أي المعهد. لذلك ومن أجل مواصلة السير قدما نحو تحقيق أهداف المعهد وغاياته، لم يتهاون ولم يتوانى في أداء واجبه الوطني، فتوجه إلى معسكر ساوى عام 1999 مع جميع المعلمين من أنحاء إريتريا، وانخرط في التدريب العسكري. ثم مرة أخرى ذهب إلى معسكر قحطيلاي المؤقت للتدريب العسكري والاستعداد للحرب عام 2000 إبان الغزو الغاشم للويان في الحملة الثالثة. وذهب أيضا للمرة الثالثة إلى معسكر ويعة عام 2007 للتدريب. البرامج المستقبلية التي لم ترى النور، أي برامج المعهد، من ضمن البرامج المستقبلية التي كان يسعى لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع في خدمة المجتمع، وتم وأدها في مهدها قبل أن ترى النور بسبب اعتقاله، منها تأسيس كلية التربية للبنات في المعهد تدرس باللغة العربية بعد اكتمال مبنى البنات الذي كان قيد البناء، وبمباركة من سماحة الشيخ المفتي المرحوم الشيخ الأمين عثمان الأمين رحمه الله، قدم دراسة متكاملة عن المشروع لدار الإفتاء. المشروع يقوم بتمويله البنك الإسلامي للتنمية ورابطة العالم الإسلامي، وكان يهدف لخلق فرص تعليمية لطالبات المعاهد في جميع أنحاء إريتريا تحت إشراف دار الإفتاء وباعتراف وزارة التعليم. أيضا تأسيس المعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة في مبنى المعهد الديني الإسلامي بأسمرة، وقد قدم أيضا دراسة متكاملة عن المشروع لدار الإفتاء ليتم دعمه، أي دعم المشروع من الأزهر الشريف وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ورابطة العالم الإسلامي، ليكون تحت إشراف دار الإفتاء وباعتراف الشؤون الدينية. وكان سماحة المفتي الشيخ الأمين عثمان الأمين يسعى لتحقيق ذلك، وكان الهدف من خلق فرص تعليمية لطلاب المعاهد لتخريج الأئمة والدعاء المؤهلين. الخاتمة: وبعد كل هذه الإنجازات التي ذكرناها، كانت تغيظ الحاقدين على المجتمع نشاطاته المتميزة في كافة الأصعدة تضع في طريقه الكثير من المضايقات لعرقلة تقدم المعهد وتطوره، فقد تعرض لضغوطات هائلة إلى أن تم اعتقاله في مايو عام 2009 من مطار أسمر الدولي وهو في طريقه إلى نيروبي بتصريح رسمي حكومي. وهو في ذلك الطريق اعتقل في المطار بدعوة، يعني كان في طريقه إلى نيروبي بدعوة من البنك الإسلامي للتنمية للمشاركة في ورشة عمل تهدف إلى تبادل الخبرات في الاستفادة من المنح الدراسية التي يقدمها البنك. وكان أبو ريان يطمح لفتح آفاق جديدة للشباب في تحقيق تطلعاتهم وآمالهم من خلال ذلك البرنامج، لكن قدر الله وما شاء فعل، حيث تم تغييبه من عام 2009. اعتقل من المطار وهو خارج بتصريح وخروج رسمي معتمد من الحكومة. غيب في كما قلت وتقول السيرة، تم تغييبه لمدة 3 أعوام ذاق فيها صنوف التعذيب وقسوة العزلة في زنزانة انفرادية لم يقابل فيها آدميا غير الجلاد. يسر الله بعد ذلك الأمر فتم السماح بزيارته، ثم تم الإفراج عنه لعذر صحي بعد 12 عاما ونصف من عمره قضاها ظلما وجورا في المعتقلات. الأستاذ عبد العزيز حباه الله قبولا لدى المخلصين والمصلحين له مكانة خاصة في قلوب الشباب من خلال ما شهدوه من قربه منهم، سواء بالنصح والإرشاد أو مساعدتهم في بعض شؤونهم ماديا ومعنويا. يعتبر قدوة للشباب الطموح الذي يحمل هم المجتمع، فقد ضحى بوقته وآثر بريعان عمره
حين عاد ليعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر، وآثر بماله حين أنفقه في احتياجات المعهد، ولم يشتري به بيتا ولا استثمارا ولا تجارة. تشجيع الشباب على مواصلة التعليم والنهوض بالمجتمع كان من ضمن أولوياته، وكان أكثر ما يقلقه هو عزوف الشباب عن التعليم وعدم المنافسة. وكان كلما وجد فرصة في مناسبات اجتماعية أو حدث ما أثناء زياراته للمدن الإريترية كان يستغل تلك المناسبة لتشجيع الشباب وتحفيزهم على الانخراط في شتى مجالات الحياة والمزاحمة في كل شيء، وفرض الذات وقبول التحدي وعدم الهروب من الواقع المرير. الشخصية القدوة والقيادية تراها معطاءة دوما في السراء والضراء، والأستاذ أبو ريان مثال لذلك، يضع بصمته أينما حل وارتحل حتى في أحلك الأوقات. وهو في السجن له أثر جميل يتركه. ففي سجن الدخالة كان يساعد المحتاجين، من ضمنهم سيدة من قومية الكنامة وطفلتها. وفي سجن سنبل يشهد بإنجازاته القاصي والداني، حيث الطفرة النوعية التي أحدثها في مدرسة السجن، حيث عمل مديرا للمدرسة حتى يوم خروجه من المعتقل. الأستاذ أبو ريان يمتلك قيم التحدي والصمود في مواجهة الشدائد، والحزم في اتخاذ القرار، والإصرار والعزيمة في تحقيق الأهداف، والتفاؤل وعدم اليأس والاستسلام. عندما سمحت الزيارات الأولى في السجن كان يأتي إليه الناس أفواجا لزيارته، كانوا يقولون نزوره لنتعاطف معه ونخفف عنه المعاناة، لكنه على العكس هو الذي يعطينا جرعة من المعنويات نشحن بها طاقاتنا من التفاؤل. فنحمد الله ونغبط أبا ريان أن وهب الله هذه القوة الإيجابية. أيها المشاهدون الكرام، أنا أشكر الله سبحانه وتعالى أن مكنني أن أقرأ هذه السيرة العطرة وأقدم التقرير الذي كان طويلا والكلمات، وهذا فضل من الله بحد ذاته أن تكون محافظا على رتم معين وتقدم سيرة عطرة تهزك من الأعماق. لله الحمد من قبل ومن بعد. أما لأخي وحبيبي الأستاذ عبد العزيز محمد علي زرقوم، فأقول له هذا تكريم صادف أهله، وليست مصادفة ولكنه تكريم مستحق. أنت شيخنا الفاضل، والدك وإخوانك، أنتم ذرية بعضها من بعض، تستاهلون أكثر وأكثر من ذلك. سأتوقف عزيزي المشاهد حتى لا نخلط الصالح بالطالح من كلماتنا، لكن حقيقة لي عودة أن أتحدث عن المعهد وعن مناسبة زياراتنا للمعهد وعن الدور الذي كان يقوم به. فالأستاذ عبد العزيز محمد علي زروم هو صديق حميم وأخ عزيز، نعرف عنه كل ما هو جميل. فلك التحية أبو ريان، ولأهلك وذويك ومحبيك وطلابك ومعلميك أقول لهم شكرا لكم. ولو كان شكري قد توزع بينكم لقلدكم ماسا من الحب مطبق، ولو كان شعري سرج ساجع هام عميما من لما النظم فيهق، أسوح به كل الديار وأنتشي على طرق موزونة الطهر ألبق. شكرا لكم أيها الأحباب، شكرا للمعهديين، شكرا للأساتذة والشيوخ الكبار، وشكرا لكم على أن منحتمونا هذه الجرعة لنقول للناس خيرا وعن الناس خيرا، وندعو إلى الناس وندعو الناس إلى الخير والإحسان. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على صبركم وجلدكم أن تتابعوا هذه الحلقة، وأتشرف دوما أن أطل عليكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. للحديث بقية، وحتى ذلكم الحين أستودعكم الله، وأقول دوما قوله تعالى في ختام كل حلقة:
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. تحية لكم مقدم ومعد البرنامج، محدثكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.